السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة همسة إبرة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على الأدوات الأساسية اللي خاص كل مبتدئة في الطرز اليدوي تكون عندها. إلا كنتي باغية تبداي تعلمي الطرز خطوة بخطوة، هذا الدرس فهو البداية الصحيحة لك إن شاء الله تعالى. وغندوزو مباشرة الأدوات اللي غادي نحتاجهم إلا بغينا نتعلموا الطرز باليد. وعلى بركة الله، الأدوات أولا الحاجيات اللي كنحتاجوهم وهما أساسية لينا باش نبداو الطرز. أول حاجة هي الثوب. الثوب خاص ضروري يكون واحد الثوب تكون الكاليتي ديالو جيدة، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ بزاف، يعني ما تدخلش لنا فيه الإبرة. ننصحكم بهذا الثوب اللي نصحتني به السيدة اللي كناخد من عندها اللوازم باش كنخدم، اللي هو لاطوال. انا في البدايه ديالي بديت بالبوبلين، ولكن البوبلين صراحه ما زوينش وما عاملش مزيان. هاد لاطوال زوين، الخدمه ديالو متقونه ما شاء الله. يعني كيف ما كتخدمي الرشمه ديالك في المرمى، ملي كتحلي المرمى كتبقى هي ما تتكمش وما تيبقاش الثوب مرخوف. تاني حاجه من الادوات وهي المرمى. المرمى كتعاوننا انها تشد لينا الثوب باش نخدمو مزيان. ما تعيش راسك مع واش كبيره ولا صغيره، ولا حسب القدره الشرائيه ديالك. قدرتي تشريها كبيره شريها، قدرتي تشريها صغيره شريها، المهم انت باغا تعلمي. غير هو يعني نمشي مع داكشي اللي انا قادره عليه. وثالث الأساسيات أو الأدوات الأساسية واللي هما الخيوط. والخيوط راه بحر، راه فيهم بزاف ديال الأنواع. أنا صراحةً السيدة اللي كناخد من عندها كناخد هادو، عجبني تيخدم مزيان، رطيب في الخدمة ديالو، يعني ما تيبقاش يعني ما كيزيرش ليا الخدمة، عجبني صراحة بزاف. وثالث حاجة وهي الإبرة. والإبرة ضروري تكون متوسطة، ما تكونش كبيرة غليظة أنها تثقب لينا الثوب، وما تكونش صغيرة بزاف بحيث ما يدخلش ليك لها الخيط. أنا كنصحكم تاخدوا دوك اللي كيخدموا بهم صحاب الراندا اللي هي رقم 5 وتا رقم 4 راها مزيانة. ومقاس، راه المقاس يكون عادي، ماشي بالضرورة أنك يعني تاع الخياطة، أي مقاس اللي يقطع ليك هذا الخيط. إذًا هادو هما الأساسيات اللي كنحتاجو، قلنا الثوب والمرمى، الخيوط يعني غير نحرصوا أننا ناخدو شي خيوط اللي تكون الألوان ديالها زاهية وزوينة، باش يعني ملي كترسم ديك الرسمة ديالي كنخدمها كتبان زوينة وعاطية للعين. والإبرة والمقص يعني شي أدوات اللي هما بسيطة وغير مكلفة. هنا بغيت نوريكم الطريقة اللي كندير المرمى ديالي باش أن تشد ليا الثوب مزيان وما يبقاش مطلوق. هي أنني تنلوي عليها واحد التويب، ومن بعد كندور عليه السكotch باش يتشد مزيان. كل ما هداك الشي اللي لوينا على المرمى كان شويه غليظ، صدقوني كتعاون أن أن الثوب يبقى مشدود مزيان. إلا خدمنا بها مباشرة بحال هكا فتيبقى الثوب كيطرخى. والطرز راه خاص ضروري يكون فيه الثوب مشدود مزيان باش الرشمة ديالنا تبقى كما هي. إلا راه إلا كان الثوب مطلوق وحنا تنخدمو، فملي غادي نحيدو الثوب من المرمى غنلقاو بأن الرشمة جات عكس داك الشي اللي حنا كنا بغيناه. هادو هما النصائح، وغادي يجيو إن شاء الله نصائح كثيرة في باقي الفيديوهات إن شاء الله تعالى. غادي تكون سلسلة متواصلة إن شاء الله ديال تعليم الطرز، ويعني ورشة مجانية غير من الدار ديالك غادي تعلمي إن شاء الله تعالى الطرز باليد. وممكن حتى إن شاء الله تعالى غنشارك معكم حتى الطرز الرباطي، لأن مخوت الاختلاف غير بالخيط. هذا كنخدموه بخيط ديال الصوف، والطرز الرباطي كنخدموه بالحرير ولا الصابرة، كلها كيفاش كيسميها. فإن شاء الله تعالى ما عليك إلا توجدي هاد الأدوات وتنتظري الفيديوهات إن شاء الله اللي غادي تكون إن شاء الله مسترسلة، ونخدموا ونتعلموا شي حاجة اللي تفيدنا في الحياة ديالنا إن شاء الله تعالى. هنا مرة تانية كنرجع لكم للثوب، لأنني صراحةً أنا في البداية ديالي كنت عانيت مع داك الثوب اللي خديت بوبلين وخديته رقيق بزاف. فأنا كنت وخاصةً ملي كتكوني يلاه كتعلمي تبغي داك الشي يعطيك واحد النتيجة زوينة. أنا فيما كنت كنخدم كنلقى هاذيك تتجمع الرشمة ففي خاص في البداية تاعنا شي حاجة اللي تعاوننا أن نستمروا وما تهرسناش. المهم عقلوا عليه هاد الثوب سميتو لاطوال، شي حاجة اللي زوينة.
ونصيحة اللي بغيت نقول لِك هي أنتِ إلا كنتِ يلاه مبتدئة وباغا تعلمي ماشي ضروري أختي تمشي تشري ثوب، خدمي غير بشي تويب عندك في الدار، يكون غير شوية شاد راسو ما يطرخاش ليك وما يكونش تاع النيرو اللي يبقى كل ساعة يطرخا وأنتِ كتعلمي ويعصبك، يعني يكون تويب زوين واقف شي شوية وتعلمي به، راه الناس اللي كتعلم راه ما كتمشيش تشري كلشي جديد، راه كتبدا غير من داك الشي اللي عندها في الدار، غير إلا بغيت نشري شي حاجة كاليتي شوية وباش حيت باش تستمر معايا، ولكن ممكن نبدا بأي حاجة عندي في الدار، وخلّوا لي في التعليقات شنو هُما الأدوات اللي متوفرة عندكم في الدار، وشنو مازال اللي غادي تحتاجوهم إن شاء الله تعالى. وما نشريش شي حاجة اللي كتر من القدرة الشرائية ديالي، يعني نمشي مع داك الشي اللي أنا قادرة عليه، هاكا باش ما كنهرّسش راسي في الانطلاقة، وكنطلق بواحد الانطلاقة اللي زوينة وكنستمر، حيت إلا عطينا الجهد ديالنا سواء المادي ولا حتى في التعلام كلشي في الأول، فما غاديش نستمروا. إلى اللقاء وإلى فيديو قادم إن شاء الله تعالى.